الحكم بعد ما بيبطل وبيغادر الملعب كابتن أدري عبد العظيم الحكم الدولي، ومعاه الكابتن يحيى ابراهيم والكابتن احمد متولي، طاقم تحكيم من اسكندريه، بنتمنى لهم التوفيق. والكورة كابتن شوقي غريب والكابتن احمد شوبير. يشاور الكابتن أدري للمساعدين، وبدأت المباراة بالشورى على طول. نقلتين ثلاثة للمحلة ناحية من ناحية الشمال، ماشي مشير وبيلعبها مقطوعة، وتاني النادي الأهلي، وأول لعبة على الثلاث خشبات في إيد وائل شوق. ماشي أحمد وبيزقها لأيمن شوقي ناحية الوينج اليمين، بيرقص أيمن وبيلعبها لأحمد فهمي، وفهمي بيرقص وتاني إنما بيصفر. عند الشورى بيلفها الشورى، أسامة في الشمال، لسه مع أسامة وبيلعبها عالية، هيلعب وائل شوت، وائل شوت، كابتن أدري عبد العظيم. الحقيقة يعني بنستمتع بالكورة الجميلة وبالرياضة، ما نحبش حد أبدا يهتف ولا يشتم، كل دي طبعا الفاظ بتوصل بيوتنا وما يصحش كده ابدا. داخلين على 11 دقيقة 12 دقيقة تقريبا، النتيجة 1-0 للمحلة. كابتن أدري فهمي واقفين، واتلعبت على طول عالية، وتاني بترد بالقايم، يا خبر ابيض، ادي خشبة طلعها على طول لأيمن شوقي. ماشي عبد الجليل وبيلف واحدة خطر، وليد زايد يقطع في توقيت كويس، ونقلتين ثلاثة رضوان، انما أسامة عرابي قاطع على طول عبد الجليل بكعب رجله حلوة لأحمد فهمي، وماشي أحمد فهمي، ماشي فهمي وبيحطها على الأرض رمضان، وبيطلع على طول تاني وليد لهادي، وبيخلصها حلو قوي في اليمين عند محمد عبد الجليل، وعايز يفوت وبيلفها عبد الجليل ومحمد رمضان، وخطر، يا خبر ابيض، انما مصفر كابتن أدري عبد. الهجمات تبقى من على الجناب، يعني اي تيم عنده ليبرو كويس بعد اللعبه دي. نشوف، وادي توفيق صقر ومحمد رمضان لوحده وبيلعبها رمضان، يا خبر ابيض، مش ممكن رضوان الرفاعي بيشيل جول، اكيد اكيد اكيد. اهو احمد فهمي على طول، وعليا محمد رمضان، انما في ايد وائل شوق. خالد عيد اهو بقول لحضراتكم بينزل عشان يستلم من نص الملعب. الزفتاوي على طول بينقل الكرة عند السقا، توقيفه حلوه على وش رجله من السقا، وماشي ماشي محمود السقا وبيفكر يشوط، ترد لتامر، لسه مع تامر بعرض الملعب لهادي على جنب على طول في الشمال لأسامة عرابي، وأسامة بيلعبها بعرض الملعب وخطر أيمن شوقي جوه الجول، حلوة جوه الجول أيمن شوقي، 1-1 أيمن شوقي بعد تقريبا 1-1 كده. هنشوف مباراة قطعا
جميله ومثيره، فرقتين بينقلوا الكوره وبيوصلوا، وعشان كده شفنا جول للمحله، وادي جول للنادي الاهلي. جنب لخالد عيد ومعاه جمال السيد، لسه مع خالد بكعب رجله لشوقي، بيلفها وعاليه بتعدي لرضوان، بيلعبها عادل ابراهيم انما اوفسايد. خلصها نفسه عبد الجليل وماشي، ماشي محمد عبد الجليل وبيغير الناحيه الثانيه عند رمضان اللي سابها لمشير، بيخلصها لاسامه وترقيصه لاسامه ورمضان، وبيريح ثاني لمشير وهوبا يا خبر ابيض. استهدفني الباك اليمين على الارض على طول لاحمد فهمي، فهمي ماشي من ناحيه اليمين، ماشي احمد فهمي وبيلفها ايمن شوقي، خلصها نفسه حلو قوي بيلعبها يا خبر ابيض. برافو يا وائل يا شك. وتاني برضه مقطوعه انما توصل لعادل ابراهيم قبل مشير لشوقي غريب، وشوقي بيلعبها لخالد عيد انما رايه وصفاره اوفسايد. رتم المباراه او ماشي اسامه وبيسقطها تاني لايمن شوقي اللي نشط، وادي لعبه لمحمد عبد الجليل وماشي انما تطول، وبرافو يا وائل يا شك. لرضوان الرفاعي الباك اليمين على جنب لشوقي غريب، شوقي على طول لعادل ابراهيم، ماشي عادل ماشي بيوسع لنفسه وداخل جوه المنطقه وعايز يشوط خالد وبيلعبها انما برافو احمد شوبير وبيصد شوبير وتاني بعرض الملعب يا خبر ابيض. برضه زي ما قلنا الوائل بترجع ورا من هادي، اسامه عرابي ماشي اسامه لهادي على جنب حلوه لتامر حفني الباك اليمين، ماشي تامر وبيلفها وبيطلع على طول، برافو توفيق صقر للشورى عبد العظيم الشورى، وتاني بيلعبها لنفسه بشير حنفي بيقطع قوي، طه السيد بيلعبها على جنب لعادل ابراهيم وبيلعبها لخالد عيد وماشي خالد انما على طول، برافو يا عمرو يا حديد. محله ادي عبد الجليل على طول على جنب وبيلعبها احمد فهمي لايمن شوقي وبيلفها انما برافو يا وليد يا زايد. مهمه وفرقتين كبار طبعا. ادي لعبه من النادي الاهلي، عبد الجليل بيزقها عبد الجليل انما ما راحش محمد للزفتاوي لقدام انما رايه وصفاره اوفسايد على عبد العظيم الشورى. على جنب لعبد الجليل تاني تامر وبيزقها حلوه لاحمد فهمي والخمسه على طول عبد الجليل وداخل جوه المنطقه وماشي ماشي بيلعبها بعرض الملعب انما بتعدي محمد رمضان، برافو يا رضوان لعيب فاهم رضوان الرفاعي الباك اليمين ومغطي وقاطع لخالد عيد، خالد عيد على جنب للشورى بيكمل على طول عادل ابراهيم برضه من ناحيه اليمين زي عبد الجليل في النادي الاهلي وماشي انما مشير بيقطع، ماشي جمال وبيبدا على جنب تاني لاحمد فهمي لتامر لبره لعبد الجليل اللي اتنقل على طول ناحيه اليمين وبيلعبها حلوه بكعب رجله احمد فهمي بيلفها بعرض الملعب انما وليد زايد بيطلع وعلى طول تاني توصل لمشير حنفي لهادي خشبه وهادي على جنب لمشير وبيشوط مشير انما بره الملعب. كورنر للنادي الاهلي مع شوقي غريب، ادي على طول كورنر للنادي الاهلي اتلعبت وعمرو الحديدي حلوه يا خبر ابيض لاحمد فهمي، عبد الجليل اللي بيتحرك ناحيه اليمين وعايز يلم وعدى عبد الجليل وبيلفها الناحيه الثانيه انما يلحقها والله اسامه عرابي وعايز يفوت اسامه نادي غزل المحله، اسامه عرابي على طول بيشيلها وتاني عاليه المره دي برضه جمال السيد انما بتوصل. ادي تاني عمرو الحديدي بيخلص واحده ومش اوفسايد، ايمن شوقي بيريحها بكعب رجله لاحمد فهمي برجله الشمال انما بعيده انما يجري والله محمد رمضان يلحقها محمد رمضان وبيلعبها لاحمد فهمي لاسامه ببطن رجله بيركنها على طول انما بيطلع تاني رضوان الرفاعي غزل المحله ماشي شوقي غريب انما تاني الغزل المحله خالد عيد بيريحها بكعب رجله للشورى وخطر
انما على طول في ايد احمد شوبير، مغطي وقاطع، وتدخل من احمد فهمي، وجمال السيد بيطلع على طول. وعلى ساعتي انا فعلا بينتهي الشوط الاول، وبيصفر الحكم الدولي الكابتن أدري عبد العظيم عشان ينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1 بين غزل المحله والنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية سيداتي آنساتي سادتي من ملعب استاد غزل المحلة أحييكم، ولحظات وهنبدأ مع بعض الشوط الثاني. كمال عبد الخالق وشوقي حامد وسامي عبد الفتاح ورمزي عبد المهيمن واسماعيل أبو الهيثم وأبو شامية وعماد يونس. طبعا فرقتين كبار بيلعبوا. جمال السيد بيطلع، هجمة تاني للمحلة من ناحية الشمال عند شوقي، وخطر وتصليحة للشورى حلوة. يا خبر أبيض. حضراتكم يبقى الصفطاوي وتوفيق صقر قدام مصطفى الزفتاوي. ادي لعبة على طول تاني للمحلة. عادل إبراهيم، إنما فاول على غزل المحلة، اتلعبت على طول للنادي الأهلي. محمد عبد الجليل ماشي وبيزقها على طول لقدام، الزفتاوي بيقطع. خبرة برضه مصطفى الزيتون لتامر حفني، لمحمد عبد الجليل، وخطر وبيحطها لمحمد رمضان، انما رايه وصفاره اوفسايد. شوقي غريب، ثاني نقله لقدام، انما بيطلع مشير حنفي لرضوان، عاليه على طول وتوقيفه وشوطه على طول، انما ضعيفه من خالد عيد، تبقى ضربه مرمى. يحطها على طول تاني لجمال السيد، بيزقها على جنب لاحمد فهمي، وخطر بيلعب الاوفر، ورضوان لعبد الجليل، انما على طول طه السيد بيشيلها، بيصطادها في الهواء زي ما بيقولوا. بيدور لسه الزفتاوي على حد. لعبت على طول طويله ناحيه الشمال عند خالد عيد. خالد بيلعبها بعرض الملعب لشوقي اللي بيريحها على جنب لعادل ابراهيم. عادل ومعاه مشير حنفي، بيغير على طول عادل، وتاني للشورى لوليد وبيلعبها، انما بره الملعب اوت. شورى طه، تامر حفني بيقطع، انما خالد عيد بيلعبها للشورى واحمد شوبير. يا خبر ابيض، برافو يا احمد يا شوبير، انقذ كوره خطر قوي 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 من عبد العظيم الشورى على جنب ناحيه الشمال، وتاني اوفر وطالع شوبير. مشير حنفي بصوا على اللعيبه والمستوى. ادي لعبه للنادي الاهلي على طول. محمد عبد الجليل من ناحيه اليمين ماشي وبيلفها عبد الجليل، انما في ايد وائل شكر قبل رمضان. خلصها لاسامه، ماشي اسامه عرابي، ماشي اسامه وبينطلق بواحده وبيلعبها لعبد الجليل وبيلعبها. يا خبر ابيض، لعبه مش ممكن. بيطلعها من قلب الجول توفيق صقر في توقيت قاتل. ما هو مطلع على طول الصفطاوي، وضغط من النادي الاهلي. محمد عبد الجليل وبيلف كوره خطر، وبيطلع على طول توفيق صقر قبل قايم لعيب غزل المحله. ورضا عبد العال اللي اتنقل للنادي الاهلي الموسم ده من نادي الزمالك، اول مره طبعا هيشارك مع النادي الاهلي في اول مباراه رسميه. بيسخن رضا عبد العال اللي بيحصل. نتمنى باذن الله ان كل الكلام ده يختفي من ملاعبنا. مباراه جميله واللعيبه بتلعب، وشوفنا جوال وممكن نشوف اهداف تانية. كده نحب دايما نسمع من جماهيرنا الهتافات الحلوه والاغاني الجميله، ونحس ان احنا بنقضي وقت جميل. وهنشوف رضا عبد العال فاول للنادي الاهلي، هيلعبها اسامه عرابي، وعلى طول اتلعبت وعاليه.
وطالع جمال السيد وجنب الآن صفطاوي. بيبدأ من عند رضوان لقدام ورايا وصفارة اوفسايد. جمال السيد انما بترجع لشوقي ولعبه من شوقي لقدام ناحيه الشمال عند عادل ابراهيم وتامر حفني بيقطع وجمال السيد لتامر. رضا عبد العال لهادي خشبه بيحطها على طول لاسامه عرابي اللي اتنقل ناحيه اليمين. واسامه على طول بيلعب الاوفر انما في ايد وائل شكر بيلعبها لشوقي غريب. محمد جنيدي واقع طه السيد وكوره لشوقي غريب وهو احمد شوبير. شوقي غريب بيلعب برافو احمد يا شوبير برافو احمد يا شوبير. بينقذ جول اكيد اكيد من شوقي غريب. هاند بول وادى انذار لشوبير. داخلين على 35 دقيقة والنتيجة 1-1 بين غزل المحلة والنادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي وداخل خالد وبيلعبها بترد من الحيطة وتاني جنيدي بيشوط وبتترد. وأنور الصفطاوي على جنب انما رايا وصفارة اوفسايد. مشير حنفي على جنب أسامة عرابي. ماشي أسامة وبيتحرك له محمد عبد الجليل وبيريحها بدماغه رمضان وتاني بترجع ورمضان انما رايا وصفارة برضو اوفسايد. طول لشوقي غريب وتاني رايا وصفارة اوفسايد من ناحية لمحمد عبد الجليل. انشط لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني ده الحقيقه. ماشي محمد عبد الجليل ماشي محمد هو جول بيلعبها حلوه لهادي. ماشي هادي خشبه لمحمد عبد الجليل وخطر من ناحيه اليمين وملعوبه ورمضان بيلعبها انما اوفسايد. بتوصل للمحله شوقي غريب واوفسايد. فاضيه لمحمد عبد الجليل ناحيه اليمين. فايت محمد فايت وبيلفها وخطر انما الصفطاوي بيرجع لهادي بعرض الملعب لرضا وبيزقها ناحيه اليمين عند عمرو انور اللي عايز يفوت عمرو ومدي هاند بول اهلي. ادي لعبه على طول للمحله لقدام انما رايا وصفاره اوفسايد. انما بترجع تاني اسامه وبيلفها انما في ايد وائل شكر. بيصفر الحكم الدولي الكابتن أدري عبد العظيم عشان تنتهي المباراه بالتعادل 1-1 بين غزل المحله والنادي الاهلي. سيداتي انساتي سادتي احييكم